السلام عليكم ورحمة الله. معنا فيديو جديد النهاردة، أسئلة يوم 5/8 من مسابقة معلم مساعد مادة. ولكن قبل ما نبدأ في الأسئلة أتمنى أن انتوا تعملوا لايك واشتراك في القناة وتعملوا شير للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من زمايلكم، واعمل اشتراك في القناة عشان يوصل لك الأسئلة الجديدة أول بأول. نبدأ على طول عشان ما نضيعش وقت. أول محور معانا المحور التربوي. عندي تعريف الأنا والهو والأنا الأعلى جم النهاردة في الامتحان، ممكن يجي لك عليهم أسئلة كتير. اللي هو نعرف أنه بيمثل الغرائز والشهوات التي تحرك الكائن الحي، ونعرف كمان أنه الهو هو المحرك الأساسي للأطفال دون سن 5 سنوات، يعني الأطفال أقل من سن 5 سنين. طيب الأنا الأعلى بقى ده بيمثل القيم والمبادئ، القيم والمبادئ اللي بيتعلمها الفرد في المجتمع. وناخد بالنا كمان انه الاطفال دون سن 5 سنوات ما عندهمش انا اعلى. تالت حاجة عندنا الانا ده بقى حاجة وسط ما بين الاتنين، حاجة وسط ما بين الهو والانا الاعلى. تاني حاجة عندي انواع التقويم. انواع التقويم دي نذاكرها من الملزمة، لكن ناخد بالنا هنا ان هو موجود عندي هنا قبلي وبعدي وتشخيصي وتكويني ومعيار المرجع ومحك المرجع وذاتي المرجع وتقويم تقليدي وتقويم بديهي. طيب لو قال لي ايه هو التقويم المحكي؟ ده بيقارن اداء الفرد للمجموعة، لكن التقويم المعياري بيقارن اداء الفرد فقط زي درجة النجاح. نذاكر طبعا مراحل النمو عند بياجي وإريكسون عشان جه عنها اسئله النهارده، انا ما حبيتش اكتبها عشان هتاخد وقت كتير. الجشتلت برضو، نظريه الجشتلت اللي هي تبع النظريه المعرفيه نذاكرها. طب لو قال لي مثلا الجشتلت بيوصلوا للمعلومه فجاه، والسلوكيه النظريه السلوكيه بيوصلوا للمعلومه صدفه. في سؤال بيقول لي مرحله ما قبل العمليات، سأل من سن كام لكام؟ طب من سن 2 ل7 سنوات. دي سؤال عن أنواع الأسئلة. إيه هي أنواع الأسئلة؟ أسئلة تكميلية، أسئلة موضوعية، أسئلة مقالية. طبعا أنا أذاكر مزايا وعيوب كل نوع من أنواع الأسئلة، وأنا نزلت ورقة امبارح في الجروب، وهبقى أنزلها تاني النهاردة عشان تذاكروها. الفرق بين التوجيه والإرشاد. التوجيه بيؤكد على النواحي النظرية، وكمان نركز انه التوجيه بيؤكد على النواحي النظريه لكن الارشاد على النواحي العمليه. طيب النواحي عمليه يعني جزء تطبيقي هنا. طيب التوجيه اعم واشمل من الارشاد، وناخد بالنا انه التوجيه بيكون بين فرد ومجموعه، يعني مثلا مدير في الشغل وبين الافراد اللي هم شغالين معاه. لكن الارشاد بيؤكد النواحي العملية، وقلنا انه يقوم به مرشد نفسي متخصص، وبين فرد وفرد، علاقة بين فرد وفرد، ممكن يكون في المدرسة، في عيادة، مركز إرشادي. طيب في سؤال بقى جالي بيقول لي في التربوي يعني الاستجابة والاستقبال تبع أنهي هدف؟ طبعا الأهداف الوجدانية، وهنا جايب لي الأهداف الوجدانية: تمثيل القيم، تجسيدها، إعطاء قيمة، الاستجابة، التنظيم، الاستقبال. طيب لو جه يسألني سبب التأخر الدراسي، سلوكي وأسري. الفرق بين التعلم والتعليم والتدريس، لازم أعرف الفرق ما بينهم وأعرف المصطلحات دي. التعلم بيقوم به الفرد بنفسه، ولكن التعليم بين المعلم والمتعلم. التدريس ده بقى عملية تربوية بيشترك فيها المعلم والمتعلم والإدارة التعليمية والمجتمع. طبعا نذاكر مراحل النمو عند إريكسون وعند بياجي. انواع الكذب عند الاطفال انا ما حبيتش اكتبها لان لها ملف مخصوص ونزلته في الجروب. المقياس النسبي نعرف ان الصفر فيه حقيقي، المقياس الفئوي الصفر فيه افتراضي. معامل الثبات لو اكتر من 90 ده بيبقى ممتاز، لو من 80 ل 90 جيد جدا، من 70 ل 80 جيد، من 50 ل 70 قليل، اقل من 50 ده ضعيف، معامل ثبات ضعيف. الفرق بين الإرشاد النفسي والعلاج النفسي. الإرشاد النفسي بيكون تربوي وقائي للحد من مشكلة، بيبقى فيه مشكلة، لكن العلاج النفسي ده بيركز بقى على الأمراض النفسية. نظرية الجشتلت طبعا أنا قلنا نذاكرها. الطفولة المتأخرة أنا برضو ما حبيتش أكتبها عشان ما تاخدش وقت. المعلومات العامة، طبعا هو في سؤال هنا في جه غلط في التربوة، لكن هو المفروض يبقى في الاي كيو. المعلومات العامة: محطة صرف أبو قير دي في مدينة الوسطى في بني سويف.
وناخد بالنا ان ابو صير دي عشان في كذا اسم شبه بعض كده عشان ما تلخبطش ما منهم. محطة صرف ابو صير دي في بني سويف، لكن صوامع ابو صوير بالواو في الاسماعيلية. مدينة ابو صير دي مدينة في الجيزة. طيب أين ولد السادات؟ السادات اتولد في ميت أبو الكوم في المنوفية. صناعة السيراميك فين في مصر؟ طبعا السؤال ده أنا أخد مني وقت كتير إن أنا أبحث عنه فسيبته عشان نلحق نكمل باقي الأسئلة. رمز الزئبق طبعا الرموز دي أنا عامل لها ورقة هتلاقوها في آخر الملف. رمز الزئبق GH. والغدد برضو ليها ملف وليها صورة أنا نزلتها في الجروب. الغدة المسؤولة عن توازن الماء في الكليتين هتبقى طبعا الغدة النخامية، وفي ورقة للعناصر هتلاقوها في آخر الملف. طيب السؤال بقى عشان ده اتكرر كتير جدا، المسؤول عن القرارات في الاتحاد الأوروبي هو البرلمان الأوروبي. المسؤول عن القرارات البرلمان، لكن المسؤول عن التنفيذ المفوضية الأوروبية. أبناء مدينة الخارجة صدروا الطاقة الشمسية لأوروبا. محور سمير فرج في الأقصر في 24 مايو 2024. المحاور مهمة جدا. عدد الطبقات الموجودة حول الأرض 7 طبقات. يربط محور 30 يونيو بين السويس وبورسعيد. السؤال اللي بعديه، تم افتتاح محور محمد صديق المنشاوي في مايو 2024 في أسيوط. مبادرة الهيدروجين الأخضر 2022 ومبادرة اتحضر للأخضر 2020. طب لو سألنا قال لي غدة مسؤولة عن تنظيم عمل الكليتين، هي الغدة القذرية. الاتحاد الأوروبي تأسس سنة كام؟ اتأسس سنة 1992 ودخل حيز التنفيذ عام 1993 بناء على معاهدة ماستريخت. وماستريخت دي مدينة هولندية. تقع صوامع المراجدة في قنا، صوامع العليقات في القليوبية، صوامع دسوق في كفر الشيخ، صوامع الصالحية في الشرقية. عاصمة السياحة 2023 قطر، عاصمة السياحة العربية. الإسكندرية كانت 2010 عاصمة السياحة. الخارجة المدينة العربية 2022. عاصمة السياحة في 2024 مدينة صور في عمان. مدينة أربيل في العراق كانت عاصمة السياحة عام 2014. منظمة الفاو اللي هي بتاع الأغذية دي مقرها في روما. محور القوس في قنا. اليونسكو مقرها في باريس. نيوم الخضراء في دولة ايه؟ دولة السعودية. محور جمال حمدان في سوهاج 2024. غدة تفرز هرمون السيروكسين، طبعا الغدة الدرقية. الاتحاد الأوروبي مقره في بروكسل عاصمة بلجيكا. صوامع بني سلامة في محافظة الجيزة. اليونيسف مقرها نيويورك عام 1446 تهتم بحقوق الطفل. محور المشير طنطاوي يربط القاهرة الجديدة ومدينة نصر عام 2012. مصنع الرمال السوداء في كفر الشيخ. أهناسيا موجودة في بني سويف. محور فؤاد أبو ذكري في الإسكندرية طبعا افتتح 2023. محور بني مزار في المنيا 2021. اللغة العربية ترتيبها الكام بين لغات العالم؟ ترتيبها الرابع. قرية العدوى في المنيا. أهناسيا في بني سويف. ميت غمر أو شربين، لو جالك الاتنين يعني ميت غمر أو شربين في الدقهلية. الديناصورات، السؤال ده جه النهارده. الديناصورات انقرضت في نهاية العصر الطباشيري. طب الحاسب، لإعادة تحميل الصفحة أو التحديث أو التنشيط يعني نضغط F5. وطبعا اختصارات F هم حوالي 12 أبقى أنزلهم لكم في الجروب. وحدة إدخال وإخراج التاتش سكرين. يطلق عليها الفرد الحلزوني، العلامة اللي هي عاملة زي الإي دي. العلامة اللي عاملة زي الشباك دي بيطلق عليها العنكبوت. برنامج قاعدة البيانات أكسس. الهارد ديسك ده وحدة إدخال وإخراج. لإضافة حركة على الشريحة أنيميشن، لكن بين الشرائح ترانسليشن. لو أنا أحفظ حاجة باسم بضغط F12. برنامج يستخدم لعمل مسائل حسابية ومعادلات وجداول، ده الإكسل. برنامج العروض التعليمية طبعا هو الباوربوينت. لتحديد كل الخلايا بنضغط كنترول A. طب كم حركة في شرائح الباوربوينت؟ من 1 إلى 5 حركات. الذاكرة المؤقتة رام، إنما الذاكرة الأساسية روم. اللي بيعمل وميضة على الشاشة المؤشر، والسؤال كان موجود كده. الصيغة يعني أنا بتكلم على الصيغة. لفتح المساعدة في برنامج وورد نضغط على F1.
لطباعة ملف من النافذة النشطة نضغط F12. طبعا اللغة العربية ما كانش فيها أسئلة كتير، الناس اللي خرجت ما قالتش أسئلة كتير، لكن دول كان جاي جمع غار أغوار، وطبعا أسئلة عن لمزات كتير زي همزة النبأ على ألف اللي هي موجودة على ألف، طبعا هي ساكنة ومفتوح ما قبلها. الإنجليزي طبعا كان زي ما الناس قالت مركز على هاد وهاز، ويجيب لك كلمة ويقول لك دي موجودة في أنهي زمن. نيجي بقى لتخصص دراسات. طبعا احنا لازم نذاكر انه زي ما شفنا الامتحان النهارده، انا شفت اسئله كتيره من منهج ثالثه اعدادي، وشفت اسئله عن الازمنه الجيولوجيه وده موجود في اولى ثانوي، الازمنه الجيولوجيه. ونذاكر طبعا مناهج ثانوي مهمه جدا. طيب اتفاقيه الافيون الدوليه، الاتفاقيه دي الموقعه في لاهاي في 23 يناير عام 1912 اثناء المؤتمر الدولي الاول للافيون، ودي كانت اول معاهده دوليه لمكافحه المخدرات. طبعا الولايات المتحدة لم تنجح في محاولات لإدراك الحشيش في اتفاقية عام 1912، وتم تسجيلها في سلسلة المعاهدات معاهدات عصبة الأمم في 23 يناير عام 1922. كان في سؤال النهارده، اتجاه السهل الأوروبي ده موجود في ثالثة إعدادي على فكرة. طبعا اتجاه السهل الأوروبي من الغرب للشرق، من المحيط الأطلنطي لجبال الأورال، من المحيط الأطلنطي في الغرب لجبال الأورال في الشرق. الدولة الأولى في إنتاج القهوة في أفريقيا طبعا أثيوبيا، وتاني واحدة كينيا. طب لو سألني في العالم، طبعا البرازيل في العالم. فيتنام التانية عالميا والأولى في قارة آسيا. كولومبيا التالتة عالميا والأولى في قارة أمريكا الجنوبية. سويسرا الرابعة عالميا والأولى في قارة أوروبا. جامايكا في أمريكا اللاتينية بتحتل المركز الأول في إنتاج معدن. طبعا السؤال ده أنا مش متأكد منه، لكن البوكسات أنا شفتها، لكن اتأكدوا منه يعني. الموقع الفلكي لنهر النيل 3.5 جنوبا حتى 31.5 شمالا، يعني حوالي 35 درجة عرضية. حوض النيل بيمثل 10% من مساحة أفريقيا. طبعا جاء أسئلة عن محمد علي والحملة الفرنسية، طبعا ده موجود في ثالثة إعدادي وثالثة ثانوي. جبال لبنان وجبال السعودية، على فكرة أنا شارح السعودية في فيديو وموجود. السؤال اللي بعده بيقول لي بعد حادثة 4 فبراير عام 1942 تم إلغاء معاهدة، طبعا معاهدة 1936. كان طبعا هنا بيقول التخصص كان معظمه من العصر الطباشيري. هتلاقوا أسئلة حاجات أنا ضفتها في آخر الملف عن العصر الطباشيري. نشأة الأرض، تكوين البترول في أي طبقة من طبقات الأرض. طبعا دي الحاجات دي أنا ما لحقتش أتأكد منها بسبب ضيق الوقت. جاب لي سؤال عن مطالب عرابي أو مطالب الثورة العربية، كانت سياسية ولا اجتماعية ولا اقتصادية ولا عسكرية؟ طبعا كانت سياسية وعسكرية. الغدود الأفريقي كان في عصر ما قبل الكامبري. الانشقاق اللي حدث للبحر الأحمر كان زمن إيه؟ الأيوسين والأليجوسين. طبعا الانشقاق ده أدى في الفترة دي اللي الأيوسين والأليجوسين حدثت حركات التوية وانكسارية، ودي ظهر عنها ونتج عنها بعض الجبال، ودي موجودة هنا في الملفين. طبعا هنا بيقول لي المعركة اللي كانت بداية النهاية للحملات الفرنسية، طبعا معركة أبو قير البحرية، والمعركة دي انتصر فيها الإنجليز على الأسطول الفرنسي. طبعا الأسطول الإنجليزي كان بقيادة نيلسون. العاصمة اللي اتخذت السعودية عاصمة الرياض سنة كام؟ سنة 1954. أقدم سد في السعودية سد حليب. أكبر دولة من حيث المساحة في العالم روسيا، لكن لو قال لي أكبر دولة عربية طبعا الجزائر. سانت لورنس النهر ده موجود فين؟ في أمريكا الشمالية، وناخد بالنا إن هو بينبع من أونتاريو، بحيرة أونتاريو، وبيصب في المحيط الأطلنطي، وده تاني أطول نهر في كندا بعد نهر ماكنزي. الليل يتساوى مع النهار في دولة إيه؟ أوغندا، لأنها تقع على خط الاستواء. طبعا الإنسان اكتشف النار في العصر الحجري القديم. المنجنيز موجود فين؟ موجود في مصر في منطقة أم بجمة في جنوب سيناء. طبعا السؤال ده ما لحقتش اتاكد منه، اللي هو العلاقه بين الدوله الامويه والدوله الفاطميه، بسبب الوقت فنحله بعدين. حقل البترول اللي في الدلتا حقل ابو ماضي. لو قال لي مين اللي طبق زمان خطوط الطول والعرض، طبعا هو هنا كاتب لي الاسم واسمه غريب شويه، إيرتوستينس. طيب اتفاقيه الافيون دي قلناها قبل كده.
مين الحرب مات فيها 11 مليون؟ طبعا دي ما لحقتش اتاكد منها برضو، من الاسئله اللي انا ما لحقتش اتاكد منها. مين خان علي بك الكبير؟ طبعا محمد بك ابو الدهب. العصور الوسطى في القرون الكام؟ طبعا كانت من القرن الخامس للقرن ال15. تم تقسيم روما عام 285 ميلاديا. سأل عن حرب اسمها القراميط. طبعا القراميط دول جماعة اقتحموا المسجد الحرام، وطبعا ده كان سنة 908 ميلاديا 317 هجرية. سأل عن قرار سنة 1898 وأثر على مصر من الناحية الإيه؟ وانا لما بحثت لقيت انه البنك الاهلي اتنشأ سنة 1898، فمش عارف هل هو يقصد البنك الاهلي واثر على مصر من الناحية الاقتصادية، فانا ما حبيتش اكتبه عشان مش متأكد منه. جبال الألب فيها ممر يفصل بين دولتين، وانا لقيت ممرين، منهم ممر اسمه ممر أمر زاتل بين النمسا وألمانيا، وممر براينر بين النمسا وإيطاليا. أي واحد في الاختيارات اختاروه. فرنسا عضو دائم في مجلس الأمن، طبعا صح. الحدود اللي كان لها تأثير سلبي على موقع مصر قديما، طبعا الحدود الشمالية الشرقية. الصخور الرسوبية والمتحولة فاني طبقة في الأرض، دي أنا ملحقتش أتأكد منها. اللغة العربية دي كانت المفروض تبقى في المعلومات العامة. سعيد حقق العدالة بين الفلاحين ولا الأعيان ولا التجار؟ طبعا الفلاحين. أول واحد كان عايز يوصل لمعاهدة مع الدولة العثمانية، كليبر ولا مين ولا نابليون؟ كليبر. جه سؤال الشكل اللي بيكون نتيجة نحت داخله وإرساب خارجه هيكون إيه؟ أنا هنا جاوبتها الدلتا لكن مش متأكد من الإجابة بصراحة. طول النيل بيكون 200 متر فين؟ طبعا السؤال ده ملحقتش أتأكد منه. سأل عن مجلس عمله محمد علي في التجارة، كان من ضمن سياسة الاحتكار. يعني احنا عارفين إنه محمد علي طبق سياسة الاحتكار وأنشأ ديوان تجارة. سأل عن العام اللي اتعمل فيه صندوق تحيا مصر عام 2014، طبعا المفروض ده يكون في المعلومات العامة. سؤال عن الشلالات بتتكون في مرحلة طبعا الشباب. التيارات اللي بتخلي الأمطار تسقط جنوب أفريقيا اسمها إيه؟ طبعا أنا هنا مجاوبة الجنوب الاستوائي لكن مش متأكد من الإجابة. عدد صفائح الكرة الأرضية 12. متى توفي محمد بن طارق الخشيري؟ 24 يوليو عام 946. أين توجد هضبة جوز؟ في نيجيريا وفيها معدن قصدير. بحيرة في أمريكا الشمالية فيها حديد، طبعا البحيرات العظمى. الإلياذة والأوديسا. الإلياذة والأوديسا دول قصتين يونانيتين بتنسب لهوميروس. انتهت الدولة العباسية في عهد مين؟ في خلافة المستعصم بالله، ونهاية الدولة عام 1242 ل 1258. 1258. العصور اللي تكونت فيها جبال كليمنجارو متحقتش أتأكد من السؤال ده. أكبر قارة جفاف ودولة في فرنسا مش فاكر اسمها، سكانها بيتكلموا إيه؟ طبعا وهنا بيقصد مدينة في فرنسا سكانها بيتكلموا إيه؟ السؤالين دول محدش أتأكد منهم. سنة قنا بتضيق عند مين وبتنتهي عند نجا حمادي؟ ده ما اتأكدتش منه. في طريقة غير مباشرة استخدمتها الولايات المتحدة عن طريق معاهدة في الحرب العالمية الثانية. روافد العراق دجلة والفرات. تشابهت حادثة فاشودة مع اغتيال السرستاك ولا حادثة دنشوي؟ أنا ملحقتش أتأكد برضه من السؤال ده. الصراعات الأوروبية أثرت على الحملة الفرنسية في مصر من خلال، كان جاي في الاختيارات تغيير رئيس الحملة ولا محاصرة إنجلترا لشواطئ مصر؟ أنا بميل لتغيير رئيس الحملة. السؤال ده برضه أنا ملحقتش أتأكد منه، اللي هو أكتر الأحجار اللي بتتعرض للنحت الحجر للنحت الحجر الرملي ولا الجيري ولا مياموري ولا الطفل. الجبال الألبية تكونت في الزمن الثالث. خانق كلبشة والجندل الأول في الزمن الأركي. كان في سؤال عن سبرتا وأثينا، طبعا هم ما كانوش فاكرين صيغة السؤال، فأنا كتبتها بحيث إنه الناس تقرأ عن سبرتا وأثينا. العصر الطباشيري، طبعا العصور الجيولوجية كانت مهمة جدا، فأنا حبيت أضيف ليها معلومات بحيث إن أنتوا تقرأوها. المعلومات دي موجودة في الملف وذاكروها هنا برضو. بعض المعلومات عن الاي كيو دي جت في الامتحان حبيت اضيفها هنا. مرحلة ما قبل مراحل النمو عند بياجيه ضفتها. صوامع القمح ضفتها. العاصم المحافظات.
وهنا برضو العناصر بتاع المعادن كتبتها برضو بحيث تذاكروها. اتمنى ان انتوا لو استفدتوا من الفيديو تعملوا لايك وشير ليه وتعملوا اشتراك في القناة.